دابا الشركه دانون ديال با ديال بات بنكيره، شركه دانون شركه حره، وهذه البلاد هذه اما الناس غادي تفهم القواعد ديالها ولا ما تفهمهاش. كاين اثمان اللي كيتحددوا اللي الحكومه من اختصاصها تحددهم، وخارج هذا القرار في الجريده الرسميه ما دون 14 ماده المواد الاخرى حره. ودابا حنا زدنا في خيزو، ملي تزاد في خيزو ياك الشتا ما جاتش وقسع الحال وخيزو ما خرج الربيع ديالو، واش حنا زدنا فيه؟ الحليب والالبان حره، واللي حره هو السي عباس الفاسي، هذاك الوزير الاول العظيم. دابا هذا الاشكال هذا اللي كتطرح كل مره كتخرج شي مؤسسه معينه كتفرض زياده. لا بالنظر، نعم انتم حكومه اكيد حقكم ثابت، غير بالنسبه لكم من الناحيه السياسيه هذه الزيادات هذه كيف تقراونها كحكومه؟ دابا شوف، ما عندنا ما نقرا، واش حنا كنقراو الغيب؟ واش حنا كندخلوا في الشركه كندخلوا ليها الاشغال؟ زعما هو قرار اقتصادي صرف عملته الظرفيه الاقتصاديه على الشركه يدبروا الرسوم. العيب هو اللي كنتعطيهم انا شي امتياز، انا ماشي انا، الى الحكومه والدوله المغربيه عطيه امتياز للسنتراليه تاعها، ما عطيه حتى امتياز. الا عطيناهم امتياز غنراقبوه، كل واحد اللي كتدعمو الدوله غتراقب الاثمان ديالو، هذا هو القانون. من غير هذا الشيء حر، شي واحد قال لك بغا يزيد في الطوبيسات ويزيد فيه الا قد، وانتم كتبتوا وسيبتدئ الزياده نهار الاثنين ويزيد. ما غاديش نقول شنو غنديروا ليه، خليه يزيد السيبه.